وكوكا طبعا اللي لازم ياخد حقه، كوكا اللي كان الفتره اللي فاتت بيقدم اداء سيء جدا والناس كلها انتقدته والناس كلها قطعت فيه، وانا طبعا كنت من الناس دي، لان كوكا طبعا قدم ماتشات سيئه جدا الماتشات اللي فاتت. ولكن كوكا هنا لما يجي يقدم ماتش واتنين كويس، واجب عليك وحقه طبعا انك تطلع وتقول ان كوكا كان كويس. كوكا عمل ماتش واتنين كويس، كوكا في ماتش الزمالك كان كويس وحط اخوان الفينا في جيبه. اخوان الفينا اللي كانت جماهير الزمالك بتقول لك ان هيعمل ويسوي، لا كوكا قطع عليه ميه ونور، وكوكا طبعا حطه في جيبه. ما حسيتش طبعا باخوان الفينا. كوكا يسكت؟ لا طبعا، النهارده بيرد علينا برده بيقول لك لا انا هكمل في المستوى الكويس، وعمل النهارده طبعا ماتش كويس جدا وخد رجل المباراه. انا عايزك بقى تبص معايا كده على كره الهدف الاول، وتبص هنا مين هنا اللي بادئ الهجمه، مين هنا اللي معاه الكوره. هتلاقي ان كوكا في نص الملعب هو اللي معاه الكوره، الكوره هنا اللي معاه، اداها هنا لبن شرقي، بن شرقي لعبها له، كوكا راح لعبها هنا لحسين الشحات وعايزك تقف معايا. المفروض ان كوكا بقى يقول لك ايه، انا هقف، لا مش هكمل، او هروح على الباك الشمال بقى واقف وكده الهجمه خلاص. لا كوكا ما عملش كده، كوكا ادى الكوره هنا لحسين الشحات وراح ضم هو لجوه هنا، وعمل زياده هنا في منطقه جزاء كهرباء اسماعيليه النهارده، وعمل كثافه هجوميه وخلى هنا لعيبه النادي الاهلي كتير جوه المنطقه. الكوره بقى لعبها حسين الشحات لمحمد هاني، عايزك بقى تقف شوف هنا بقى كام لاعب من النادي الاهلي في منطقه جزاء كهرباء اسماعيليه، هتلاقي 5 لعيبه. شوف الكثافه الهجوميه هنا اللي عملها النادي الاهلي في منطقه الجزاء، الكثافه الهجوميه دي اللي خلت محمد هاني النهارده عنده حلول كتير قوي. محمد هاني النهارده لو لعب الكره دي اي كلام، هتشوف هنا لعيب من النادي الاهلي بيخبطها عادي وتلاقي يلطشها جون عادي جدا. ولكن النهارده الكثافه الهجوميه دي ادت هنا حلول لمحمد هاني اللي بدوره هنا لعبها طبعا لكوكا، وكوكا طبعا ما اتاخرش وحطها في الجون. فهنا كوكا لما يلعب ماتش كويس، لا واجب علينا طبعا نطلع نقول ان كوكا كان كويس. طب لما يلعب ماتش سيء هننتقده برضه، لان اهم شيء طبعا للاعب هي الاستمراريه.